الجزائر تفرض تأشيرة على المغاربة خوفا من الجوسسة. تبع للأخير حتى تعرف أسباب القرار الخطير هذا اللي اتخذه النظام الجزائري في الساعات الأخيرة. انعقد مجلس أعلى للأمن مساء اليوم برئاسة الرئيس المعين عبد المجيد تبون وبحضور بطبيعة الحال سعيد شنقريحة ومدير المخابرات الخارجية الجديد الذي تم تعيينه مكان جبار مهنا. القرار المتخذ يعني بعد هذا المجلس الأعلى لم تقول هذا مرتبط بما يحدث في حدودنا بالتحديات الأمنية للجزائر، لا، القرار المتخذ هو فرض تأشيرة على الأشقاء المغاربة. هذه جماعة خوا أيضا اللي كانوا يقولوا بأن النظام الجزائري عمره ما راح يمس بالمواطنين المغاربة. أول قرار كان سنة 2021 بتوقيف الطيران المدني بين البلدين، وهو كان قرار من النظام الجزائري فقط. والآن فرض هذا نظام التأشيرات على المغاربة تحت ذريعة أن هناك يعني جواسيس إسرائيليين أو صهاينة ويحملون الجنسية المزدوجة المغربية الإسرائيلية يدخلون إلى الجزائر للتجسس على المزابل الكبرى الموجودة في هذا البلد، على الطوابير، على غياب البنية التحتية، على الجحيم اللي يعيشه الفرد الجزائري. هذه الأمور العالم كله يعرفها. شكون يتجسس على مزبلة كبيرة اسمها الجزائر اليوم تحت حكم النظام الجزائري؟ من يأتي يزور كوريا الشمالية يعني في شمال إفريقيا، من يزور البلد هذا؟ لا كان سياح، لا كان أي شخص يأتي البلد مثل هذا. المغاربة الذي يأتوا البعض اللي يعملوا في الورشات وآخرون لهم قرابة عائلية، وراح النظام الجزائري يحول حياتهم إلى جحيم لأنه نظام قذر. النظام الجزائري والقذارة أمران مجتمعان منذ 1962. ممارسات قذرة حقيرة وضيعة منحطة مع بلد كان أكبر سند لنا وقت الثورة التحريرية. قلت كان المشكل مع النظام السياسي، خليه المشكل بين الأنظمة. لا، هم عندهم حالة مرضية مع البلد هذا، عندهم هوس. الآن هم ينتظرون أيضا أنه المغرب يرد بالمثل، لأنه صارت عندهم عقدة أنه المواطن الجزائري يروح للمغرب ويقول لك كيفاش هذا البلد ما عنده لا ريع، ما عنده لا غاز لا بترول لا أي شيء، والبنية التحتية عنده أحسن. كيفاش هذا البلد أعطي له تنظيم كأس العالم في وقت حنا دورة ما بين الأحياء ما نديوهاش في الجزائر اللي عندنا البترول والغاز؟ هذه هي من أكبر العقد تاع النظام الجزائري القذر اللي منذ أكثر من 50 سنة يحاول يقسم البلد هذا الجار اللي اختلطت دماؤه بدمائنا في الثورة التحريرية. يعني ضحوا من أجلنا، من أجل استقلالنا. جيش الحدود كان يعني موجود في المغرب وقت الثورة التحريرية. أول من تكلم عن القضية الجزائرية في الأمم المتحدة هو الملك المغربي محمد الخامس وغيرها من الأمور. لكن نكران الخير ونكران الجميل هو ثقافة عند نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف لا شرف، والله المستعان دائما.